اختراع ثوري بعلاج الأورام السرطانية. اشترك بالقناة أو تابعنا إذا كنت بالإنستغرام. أنا علي محمد، وتعال خلينا نسولف. واحد من الاختراعات العظيمة بالإنشاءات الهندسية وتفريش الأبنية كان الدرين، ومبدأه كلش بسيط، نقطة معينة من الجدار تخلي بيها شفرة حادة، وعن طريق الاهتزاز راح تفلش كل الجدار أو حسب المنطقة اللي أنت رايدها. بعد أن تفلش قوة الاهتزاز التماسك اللي موجود ما بين الذرات، وراح ينهار الجدار. وإذا فهمت هاي النقطة فهاي بالضبط نفس المبدأ مال هذا الاختراع، تفليش السرطان باختراع أشبه بالدرين بس بتصرف. قعد الأطباء وفكروا بهذا الموضوع كشيء حقيقي، وقالوا السرطان ينمو كتلة منفصلة، وحتى يصير المستفيد الوحيد من موارد الجسم يعزل نفسه بجدار صلب، ما عدا سرطان الدم. ومعروف بمجتمع الأطباء أنه كل ما كان أكو تصلب يعني كالسيفيكيشن كان احتمال أعلى أنه يكون الورم خبيث. فقالوا ليش ما ندمر الورم بمادة لها قابلية عالية على الاهتزاز. وبالفعل استعملوا محركات سموها فيرنجيا. وهسه اجى ببالك سؤال، منين مصدر الكهرباء حتى تشتغل؟ لان الجسم الساكن ما يحرك نفسه. وببساطه كانت عن طريق التحفيز بالضوء الاعتيادي، بس لان اختراق الضوء الاعتيادي للجسم جدا ضعيف وسرعه اهتزاز هاي الجزيئات بطيء، فما طلعت نتيجه مقبوله، بس بقت محاوله جيده. ولأن الصدفه خير من 1000 ميعاد، مره قاعدين الكيميائيين يستعملون صبغه معينه بالاشعه اسمها الامينو سيانين، فلاحظوا ان قابليه الاهتزاز بها كلش عاليه، فقرروا يستعملوها بهاي الطريقه، فشافوا انه سرعه اهتزازها اكثر بمليون مره من فيرنجيا. ومو بس هيك، انما المحفز الاساسي لها هي الاشعه تحت الحمراء. وهنا طار العلماء من الفرحه. ليش؟ تحت الحمراء تخترق كل الجسم، وشافوا انه هاي الحفاره تفلش 99% من الكتله السرطانيه حسب ابحاث جامعه رايس وتكساس. ولما استعملوها على سرطان الجلد عند الفئران 50% منهم تشافوا منه. طبعا الطريقه جدا بسيطه، يربطون جزء مدبب من هاي الماده يسموها البلازمونات ويحفزوها بالاشعه تحت الحمراء. وقالوا هاي التقنيه راح تساعدنا باستئصال الاورام اللي ما نقدر نشيلها بعمليه جراحيه لحساسيه موقعها بالجسم، مثل سرطان الدماغ والعظام. وانتم شنو رايكم بهاي التقنيه؟ اشوفكم في فيديو ثاني، في مان الله.